السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة وعافية يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم طاجن مكرونة باللحمة المفرومة. هنشتغل كل شغلنا في الطاجن نفسه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هنحط الطاجن على النار، على نار هادية، ونحط فيه مادة دهنية زي ما احنا شايفين كده. ونبدأ أول حاجة هنعملها، هنبدأ نعصج اللحم زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. حطينا اللحمه جوه الطاجن زي ما احنا شايفين كده اهو. هنبدا نعصجها وهنحط عليها شويه بصل. ادي البصل بتاعنا المفروم اهو زي ما انتم شايفين كده. هنحط نص كميه البصل بس على اللحمه المفرومه. هنحتاج النص التاني للصلصه. هنحط عليها البهارات بتاعتنا. معانا هنا ايه؟ معانا ملح ومعانا فلفل وكاري وكركم وشويه كمون زي ما احنا شايفين كده. ملح وفلفل وكاري وكركم وشويه كمون زي ما احنا شايفين كده حبايبي. هنحط كل بهاراتنا فوق اللحم. ونبدا نقلب البهارات بتاعتنا مع اللحم كده يا حبايبي. عصجنا اللحمه زي ما احنا شايفين. هنركن اللحمه في جنب في البرام او الطاجن زي ما هو بالظبط، ونبدا نخش على الخطوه اللي وراها. هنا يا حبايبي بدأنا ندخل على الخطوة اللي وراها. دي خطوة الايه؟ الصلصة بتاعتنا اللي هنسقي بيها المكرونة، لان احنا هنحط المكرونة نية. احنا عملنا الطاجن ده قبل كده، عملناهم في طواجن صغيرة وكانت طاجن مكرونة بالفراخ. النهاردة هنعمله لكم جوه البرام على طول. وده البرام بقى العائلي اللي انا كنت قايله لكم عليه، اللي بياخد نص كيلو من اي نوع خضار، لحمة، فراخ، اي حاجة. تمام يا حبايبي؟ هنا حطينا ايه؟ حطينا حته بصله مبشوره، وادي الماده الدهنيه. هنبدا نشوح البصله زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. البصله بتاعتنا جاهزه. طبعا انتوا عارفين ان احنا ما بنحمرش البصله، مجرد ان احنا بندبلها بس. الخطوه اللي جايه ايه؟ هنحط كميه الصلصه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما اتفقنا ما ينفعش خالص نسقي الطاجن بتاعنا الصلصه وهي تقيله كده، ما ينفعش، لان كده المكرونه مش هتستوي معانا، لان احنا بنحط المكرونه نيه. لازم الصلصه تكون خفيفه ويكون فيها سوائل عشان تنزل على المكرونه وتسويها معانا. تمام؟ هنبتدي نخفف الاول شويه ميه على الصلصه. هنحط شويه ملح، وطبعا الملح على حسب الرغبه بتاعتك، لان احنا كده كده مبهرين اللحمه المفرومه بتاعتنا. دي طبعا الصلصه اللي احنا هنسقي بيها المكرونه. هنحط فيها شويه ملح وشويه فلفل بس، لان احنا كده كده مبهرين اللحمه المفرومه بتاعتنا واحنا بنعصجها. حطينا الملح وادي الفلفل. كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين الصلصه بتاعتنا غليت اهي. نبتدي نسمي الله ونخش على الخطوه اللي وراها. هنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين الطاجن بتاعنا اللي هو بتاع العيله او طاجن العيله زي ما احنا مسميينه. هنحط فيه المكرونه. المكرونه ايه؟ المكرونه بتاعتنا اقلام نيه اهي. بصوا يا حبايبي نيه اهي. زي ما تحبي، مكرونه اقلام، مكرونه صغيره، مكرونه خواتم، اي مكرونه انت حباه. مش لازم خالص تكون اقلام، ممكن اي نوع يعجبك. هنبتدي نسمي الله ونحط المكرونه بتاعتنا فوق اللحمه المفرومه زي ما احنا شايفين كده. وزي ما احنا شايفين يا حبايبي لازم نسيب مساحه كافيه في الطاجن، ما نملاش المكرونه لحد الاخر عشان نسيب لها مساحه لما تستوي، لان هي بتزيد. تمام؟ الخطوه اللي وراها ايه؟ بصوا يا حبايبي الخطوه اللي وراها دي الصلصه بتاعتنا هي اللي احنا عاملينها اهي، خفيفه زي ما احنا متفقين. هنسمي الله ونبدا نسقي الطاجن بتاعنا بالصلصه بتاعتنا اهو.
لازم تكون خفيفه زي ما احنا شايفين كده حبايبي، عشان تنزل تحت وتسوي المكرونه كلها. ادي حبايبي الطاجن بتاعنا جاهز زي ما احنا شايفين، والخطوه اللي احنا اتفقنا عليها ان احنا هنغطي الطاجن بورق فويل زي ما احنا شايفين كده، عشان ندي مساحه للمكرونه ان هي تستوي براحتها. مش عايزه ورق فويل براحتك خالص، ممكن غطا من اي غطيان مثلا حلال صغيره بتاعتك اللي يعجبك اهو. كده الطاجن بتاعنا جاهز باذن الله. هندخله الفرن على نار عاليه الاول لمده 10 دقايق، علشان اول حاجه لازم المكرونه تبدا الصلصه بتاعتنا تبدا تغلي وتنطق المكرونه وتسويها، وبعد كده نوطي عليه بقى خالص عشان ما تحرقش مننا لحد ما المكرونه تعلى وتستوي براحتها خالص. يلا بينا على الفرن.